احنا اتعودنا ان اللبس لازم يبقى شكله حلو من اول مره، لون بيرفكت، فيت مظبوطه، كل حاجه جاهزه. بس في نوع جينز بيكسر القاعده دي تماما. اول ما هتشوفه هتحس ان هو اقل من العادي او حتى شكله قديم، خامته ناشفه، ما فيهوش اللمعان اللي متعودين عليه. والطبيعي انك تسال هو ايه المميز فيه اصلا، وليه في ناس اصلا ممكن تختاره وتفضله كمان. ليه ممكن حد يدفع رقم محترم في بنطلون شكله وحش اصلا؟ عشان ببساطه اللي انت بتشوفه في الستور ده مش شكله النهائي، وده تحديدا اللي مخلي الجينز الياباني مختلف عن اي جينز تاني. تعال نفهم ايه الحكايه بالظبط، وفي الاخر هقول لك هل هو فعلا يستاهل ولا الجينز الياباني مجرد هايب وخلاص. الجينز الياباني بيتوصف ان هو الافضل مش عشان شكله لكن عشان عمليته. الفرق الاساسي بينه وبين الجينز العادي ان الجينز ده مش معمول بنفس منطق الانتاج السريع اللي موجود في اغلب البراندات. هنا الفكره مختلفه، الجوده بالنسبه لليابانيين اهم من السرعه في الانتاج، وكل تفصيله صغيره ليها قيمه. القماش نفسه بيتعامل بطريقه ابطا، بمعنى ان المكنه اللي بتنسجه بتشتغل على قطع اقل في وقت اطول، مش الاف الامتار بسرعه زي المصانع الكبيره. وده بيخلي النسيج امتن والتفاصيل فيه اوضح، وبيدي احساس تقيل ومتماسك من اول ما تلمسه. كمان القماش مش بيتعالج كتير بعد ما يتعمل، مش بيتغسل او يتنعم عشان يبان بيرفكت من اول يوم، فبيفضل محافظ على طبيعته الخام. وده اللي بيخلي شكله يتغير مع الاستخدام بعد كده بشكل طبيعي حسب شكل جسمك واستخدامك ليه. يعني هو مش معمول عشان شكله يبقى حلو من اول لبسه، بالعكس هو معمول عشان يعيش معاك ويتغير مع الوقت، وده يخليك تسأل. الموضوع بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وقت ما الثقافة الأمريكية دخلت اليابان بشكل كبير. الجينز كان رمز للستايل الأمريكي بشكل كبير، خصوصا مع العساكر والسينما والمزيكا. الشباب في اليابان شدهم الشكل ده جدا وبدأوا يلبسوه كجزء من ستايل مختلف عن التقليدي، يعني كأنها روشنة بمعنى أصح. لكن مع الوقت حصل تحول مهم، بدل ما يفضلوا يستهلكوا الجينز ده زي ما هو وخلاص، بدأوا يحاولوا يفهموه. ايه القماش ده بيتعمل ازاي، ليه شكله بيتغير مع الوقت. ومن هنا بدأوا يرجعوا للجينز الأصلي اللي كان بيتعمل زمان في أمريكا قبل ما يتحول للجينز العادي اللي احنا عارفينه في السبعينات والثمانينات. الشركات في اليابان بدأت تعيد تصنيع الجينز بنفس الطريقة التقليدية القديمة، استخدموا مكن نسيج قديم وركزوا على تفاصيل كانت اختفت مع الوقت، زي نوع الخيط وطريقة الصبغة وشكل النسيج. الفكرة ما كانتش ان هم يعملوا جينز شكله جديد، الفكرة ان هم يرجعوا للجودة اللي كانت موجودة قبل ما السوق يغيرها. وده اللي عمل فرق كبير. الجينز في اليابان بقى مش مجرد لبس، الجينز بقى مشروع طويل المدى بيتبنى على فكرة ان كل تفصيلة ليها تأثير. ومع الوقت بقى عندهم مستوى عالي من الدقة والثبات في الجودة، خلاه يتشاف انه الافضل مقارنة باي جينز تاني في العالم. هقولك بقى على تفصيلة واحدة بس، أول ما هتشوفها هتعرف إن الجنس ده معمول بالطريقة دي. التفصيلة دي اسمها سيلفج، وهي ببساطة طريقة تقفيل طرف القماش نفسه. لو قلبت طرف البنطلون من تحت هتلاقي خط رفيع كده على الطرف، غالبا بيبقى أحمر. الخط ده مش ديزاين ولا حاجة، ده نتيجة لطريقة النسيج نفسها، عشان الجنس ده بيتعمل على مكن قديم بتنسج القماش بعرض ثابت، فالحواف بتاعته بتطلع مقفولة بشكل طبيعي من غير ما تحتاج تتقص وتتخيط بعدها. والكلمة دي حرفيا معناها سيلفج، يعني الحافه اللي معموله لوحدها. وطبعا ده على عكس الجينز العادي اللي بيتقفل على مكن سريع وبعدين الطرف بيتني ويتخيط. مع الوقت التفصيله الصغيره دي بقت علامه للجينز ده، بس مش اي حد هيلاحظها. بس اول ما هتشوفها هتفهم ان الجينز ده معمول بطريقه مختلفه، وهتبقى عارف قيمته كويس. الحاجة التانية بقى اللي بتميز الجينز ده عن الجينز العادي انه هو رو، يعني الجينز ده ما اتغسلش او ما اتعملوش معالجة قبل ما يوصل لك، وده بيخلي شكله في الاول مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. لونه بيبقى غامق جدا، شبه موحد، ما فيهوش اي تفاصيل واضحة، مفيش درجات لون فيه ولا اي افكتس جاهزة زي الجينز العادي اللي بيجي بيرفكت من اول يوم، مغسول متظبط، في درجات الوان وفي افكت معمول قبل ما بتلبسه اصلا. وشكل نفس البنطلون بيبقى هو على كل الناس اللي بتلبسه، دي نقطة مهمة جدا. لكن الرو جينز كل حاجه فيه لسه على حالتها الاولى، كانك شاري حته قماش خام. فمع الاستخدام بيبدا شكله يتغير، اماكن معينه لونها بيفتح تدريجيا زي الجيوب، الركب، تنيات القماش مع حركتك اليوميه. الخطوط كمان اللي بتظهر فيه مش عشوائيه، دي نتيجه طريقه لبسك انت وحركتك انت. فلو جبت 10 بنطلونات رو ولبستهم ل 10 اشخاص، ممكن بعد سنه شكل البنطلون مختلف على كل واحد فيهم. عشان كده كل واحد بيطلع معاه شكل مختلف للبنطلون، مع ان البنطلون هو بس التفاصيل اللي بتتغير دي هي اللي بتحدد شكله مع الوقت، وبيبان كانه متفصل عليك انت، وده اللي بيخليه مميز ومش شبه اي جينز تاني خالص.
هتقول لي كل ده مفهوم، بس ليه برضه سعره اغلى من البنطلون الجينز العادي؟ السعر هنا متوقف على كذا عامل. اولا نوع القماش بيكون امتن واتقل عشان يستحمل استخدام اطول وما يبص بسرعه. ثانيا طريقه وقت التصنيع، ان هو بيتعامل على مكن ابطا فبيطلع كميات اقل، فالانتاج كله محدود والتكلفه بالتالي بتتقسم على عدد قليل من القطع. يعني انت لو مكنه بتعمل 1000 قطعه مثلا في العادي، لا المكنه هنا بتعمل 100، فهو هيوزع الكوست بتاعت الانتاج على 100 مش على 1000. ثالث حاجه قله المعالجه، ودي حاجه ممكن تبان انها مجهود اقل، حاجات ما اتعملتش اصلا فطبيعي تخليه ارخص، بس العكس هو اللي بيحصل، ان الجينز العادي بيتعالج عشان يبان حلو حتى لو القماش نفسه عادي ورخيص. ببساطه مش هتبان جودته اصلا لان هي هتكون استخبت تحت الافكتس اللي بتتعمل فيه. انما في الجينز الياباني مفيش حاجه مستخبيه، القماش لازم يكون بريميوم كواليتي من الاول لانه هيتلبس زي ما هو، فانت مش بتدفع في الغسيل او الافكتس اللي عليه، انت بتدفع في كواليتي القماش نفسها، وده من اكتر الحاجات اللي بتخليه اغلى من الجينز العادي. بس المشكله بقى ان ناس كتير بتجربه وبتكرهه مع الوقت، ده بسبب انهم ما فهموش يتعاملوا معاه ازاي او عملوا شويه غلطات بسيطه. تعال اقول لك عليهم. اول حاجه انك تغسله بدري. التغيير في الجينز ده مش بيحصل في يومين او اسبوع، احنا بنتكلم على شهور، غالبا من شهرين ل4 شهور من اللبس المنتظم. هتبدا تلاحظ فرق واضح، ومن بعد 6 شهور الشكل بيبقى مختلف فعلا. فلو غسلته بدري بتوقف عمليه التغيير التدريجي دي قبل ما بتبدا، ومش بتدي فرصه للشكل ان هو يتكون. تاني غلطه انك تحكم عليه من اول لبسه، لان هو في الاول بيبقى ناشف وتقيل وده الطبيعي بتاعه، بس في ناس كتير بتقول ان هو مش مريح وبتبطل تلبسه، مع ان ده جزء من التجربه في الاول وبعدها بيلين وبياخد شكل جسمه. كمان في غلطه مهمه انك تختار الفت الغلط، لو واسع زياده مش هيديك النتيجه اللي المفروض تظهر مع الوقت، ولو ضيق زياده هيبقى مش مريح، مش هتعرف تلبسه دايما. فالمقاس من البدايه بيفرق جدا في الشكل النهائي. واخر حاجه انك تستعجل على النتيجه، في ناس بتلبسه يومين 3 وتستنى فرق، او تلبسه كل فتره مره او مرتين. الجينز ده بالذات محتاج لبس مستمر نسبيا عشان يتكون شكله ويتغير عليك، فانت لو عملت الحاجات دي فعلا مش هيعجبك ومش هتعرف قيمته ولا هتعرف تتعامل معاه ازاي. انت بقى لو قررت تدخل العالم ده، اهم نصيحة ليك انك تختار فيت مناسبة وبنطلون خامته متوسطة مش تقيلة ومش خفيفة في نفس الوقت، واصبر عليه، هيبقى اكتر بنطلون انت بتحبه بعد كده. طيب هل فعلا سعره بقى يستاهل بعد الكلام ده ولا لا؟ الفكره هل التجربه نفسها اللي انا بقولها دي مناسبه اصلا ليك ولا لا؟ الموضوع مش ابيض واسود، في ناس هتشوفه عادي جدا وبنطلون زي اي بنطلون، وفي ناس هتتعلق بيه جدا. الفرق هنا مش هيبقى في الجينز نفسه، الفرق في ان انت مستني منه ايه. لو انت عايز حاجه تلبسها من اول يوم تبقى مريحه وشكلها مظبوط، بس مع الوقت هتبوظ والخامه بتاعتها الضعيفه هتبان والبنطلون مش هيبقى بيتلبس، فالجينز ده غالبا مش ليك، لانك هتحتاج وقت شويه على ما البنطلون ده ياخد شكل جسمك ويبقى فعلا شكله حلو. لكن لو انت حد بيقدر التفاصيل وعندك استعداد تستنى شويه عشان توصل لنتيجه مختلفه، هتتفهم ليه ناس كتير شايفه ان الجينز ده يستاهل. في الاخر حابب اقول لك ان الجينز الياباني مش مجرد قطعه لبس هتشتريها وخلاص، هي فعلا فكره مختلفه مرتبطه باللبس نفسه، ان الحاجه مش لازم تبقى بيرفكت من اول يوم عشان تبقى مميزه. وده اللي احنا قلناه في الفيديو بتاع شياكه اليابانيين اللي لو انت كنت شفته هتلاقيني حاطه في الاي. بالعكس ارتباط الحاجه بيك وان هي تبقى شبهك انت بس ده الاهم، بس ده طبعا يمكن مش مناسب لكل الناس لان مش كل حد عنده الصبر او الاهتمام بالتفاصيل دي.